السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من ميجا ستور. جايب لكم لابتوب النهاردة بشاشة 15 و6 بوصة وجيل تامن، شكله جامد جدا وشاشته فريمليس والوانه تحفة. ديل اتيتيود 5500. بس طبعا قبل ما ابدا بالفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. من غير ما نرغي كتير يلا نبدا بالفيديو على طول. شكل اللابتوب ده شكله جامد جدا زي ما انت شايف كده، شاشته بتتفتح 180 درجة والجهاز رفيع قوي ووزنه خفيف زي ما انت شايف كده. شاشته فريمليس بدون حواف، بص حواف صغيرة جدا اهو. فيها نوكل الكامل لو حد بيخترقها وعايز تقفلها خالص مش هيقدر يشوف اي حاجة. شاشته 15 و6 بوصة بجودة صورة فول اتش دي بالوان جامدة جدا. طبعا خامته كلها من البلاستيك، بس طبعا بلاستيك قوي شويه مش زي البلاستيك اللي بيجي في الاجهزه الجديده اللي بتنزل مصر. هتحس بارتياح نفسي كده وانت قاعد على اللابتوب. اللابتوب شاشته 15 و6 بوصه مريحه للعين جدا. كيبورد كامل، فيه ارقام في الجنب هنا لو انت شغال محاسب وبتحتاج تكتب ارقام كتير. طبعا الجيل بتاعه يعتبر من الاجيال الحديثه شويه، جيل تامن، جيله برده حديث بالنسبه لشكله مقبول نوعا ما من الاشكال الحديثه برده. هندوس هنا كليك يمين بروبرتز، جايب لنا هنا رقم بروسيسور كور اي 5 8365 يو 1.6 جيجا هرتز مع رامات 8 جيجا دي دي رام 4. طبعا الكاش بتاع البروسيسور ده 6 ميجا كاش وفيه 4 كور، بروسيسور قوي جدا من الجيل الثامن، ودي طفره طبعا حصلت بعد الجيل السادس والسابع. ومعاه اس اس دي 256 جيجا وده طبعا قابل للزياده. نازل بشاشه 15 و6 بوصه بجوده صوره فول اتش دي بالوان جامده جدا. هنيجي بقى للمخارج والمداخل بتاعه اللابتوب ده. اللابتوب ده حرفيا فيه كل المخارج اللي انت ممكن تحتاجها. ده مكان لاس دي كارد لو عندك كارتة ميموري عايز تركبها، وده مخرج لصوت لو عندك سماعات، وده يو اس بي 3، في هنا 2 يو اس بي 3، وده اتش دي ام اي طبعا بيعرض على تلفزيونات كبيره او بروجيكتور، وده مكان للان. لو لفيت اللابتوب من ورا مش هتلاقي فيه اي مخارج زي ما انت شايف كده، شكله جامد جدا برده رفيع نوعا ما. هتلاقي هنا مخرج الشحن بتاعه، ده مخرج تايب سي، وده بيديك مخارج كتير جدا زي اتش دي ام اي، مخارج يو اس بي كتير، وده يو اس بي 3، ودي فتحه التهويه بتاعته. طبعا من قدام هنا مش هتلاقي اي فتحات غير الفتحه دي اللي هي بتفتح منها اللابتوب ده. انا بنصح الناس اللي لما تيجي تفتح اللابتوب ده هو بيعمل لك الحته دي عشان تفتح منها اللابتوب ده. ما تحاولش تفتح اللابتوب ده من الجنب ده او من الجنب ده عشان المفصلات تعيش معاك، لان انت لو فتحت من الجنب ده المفصله عمرها هيبقى قصير معاك وممكن تتكسر بسهوله جدا لان انت بتحمل على مفصله واحده. انما لو فتحت اللابتوب من النص هتلاقي المفصلات عاشت معاك وقت اطول. اللابتوب بيجي بشاحن ديل 65 واط، الشاحن شكله جامد جدا زي ما انت شايف كده ووزنه خفيف. سماعات اللابتوب ده بتيجي من تحت هنا سماعات قويه جدا، كمان في كاميرا ومايك وصوته عالي. في هنا لوك للكاميرا ممكن تقفلها وتشغلها عادي لو انت مش عايز حد يخترقها. بعد ما شفنا المداخل والمخارج بتاعه اللابتوب ده وعرفنا مواصفاته كويس قوي، هنيجي بقى نفتح اللابتوب من جوه ونشوف في ايه. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات استيراد خارج. هنجيب الفوطه الظريفه بتاعتنا بتاعت كل مره ونقلبها كده عشان اللابتوب ما يتخربش. هنجيب المفك بتاعنا كده ونفك المسامير واحده واحده. بسم الله. يلا يا باشا افتح يا ريس اهو. بسم الله ما شاء الله اللابتوب حالته جامده جدا. هنا بقى ممكن تركب يا اس اس دي يا اتش دي دي. ده احنا طبعا مركبين اس اس دي ان في ام هنا، ممكن تشيل ده وتركب اتش دي دي عادي او اس اس دي 2.5. طبعا اللابتوب جايب رامات 8 جيجا من نوع دي دي رام 4، وده مكان لرامه ثانيه ممكن تركب هنا 16 وهنا 16. دي بطاريه اللابتوب طبعا بطاريه اصليه، ودي كارت الواي فاي طبعا السلك بتاعها اهو بتاع الانتنه. وطبعا تبريد اللابتوب ده ما شاء الله تبريده قوي برده. ده البروسيسور بتاعه، البروسيسور ده بيطلع سخونيه تمشي في القناه دي زي ما انت شايف كده وتطلع التبريد من الناحيه دي. اللابتوب حالته العامه جامده جدا زي ما انت شايف كده من جوه، مش باين ان هو مستعمل كتير، حالته حلوه قوي. دي طبعا سماعات اللابتوب سهله جدا في التغيير، لو لا قدر الله باظت منك ممكن تغيرها بسهوله جدا. بتشيل دي كده وتفك دي وتطلع السماعتين وتركب غيرهم، شيل وركب على طول ما فيهاش اي تعب او اي حاجه. دي طبعا بطاريه اللابتوب لو عايز تشيلها برده بتفك السوكت ده وتشيل وتركب. نوعا ما كل قطع غيار موجوده غير لابتوبات ثانيه قطع غيارها نادره شويه، فكها وتركيبها سهل، سواء رامه سواء سماعات سواء بطاريه سواء فانه سواء هيت سينك، ما شاء الله قطع غياره سهله في الفك والتركيب. هنقفل اللابتوب تاني. نيجي بقى لتجربه الالعاب عليه وتجربه البرامج زي الفوتوشوب والاوتوكاد. طبعا انا مش برجح اللابتوب ده في الالعاب التقيله، ده هيشغل العاب متوسطه بال 17 ببجي بجوده متوسطه. هنشغل دلوقتي الفوتوشوب وما شاء الله اداؤه كويس جدا مع اللابتوب ده. كمان بيشغل بيس 17 بجوده كويسه قوي زي ما انت شايف كده، شغلتها عليه مفيش اي لاج وشغاله باعلى جوده اللي هي هاي، شغاله بجوده عاليه جدا وكمان فول سكرين. ما شاء الله ادائها كويس قوي بالنسبه
للابتوب متوسط برضو، اي نعم جيل 8 اي 5 بس مهما كان متوسط عشان كارت الشاشه بتاعه يعتبر انتل، كارت مش قوي قوي في الالعاب. نيجي بقى لعيوب ومميزات اللابتوب ده، بس قبل ما اقول لك العيوب والمميزات ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات اللي استيراد خارج. معظم اللابتوبات اللي في الفئه السعريه دي او في الشكل ده الكيبورد بتاعها بيبقى لايت، وده بيدي شكل جامد جدا برضو وانت قاعد على اللابتوب ده او قاعد في ضلمه، بيديك شكل كويس. اللابتوب ده للاسف نازل من غير كيبورد لايت، انا شايف ان ده العيب الوحيد اللي فيه. العيب التاني ان هو بيشيلش هاردين، وده مش عيب قوي، هو حاطط لك يعني انا مش فاهم هو عمل كده ليه، حط لك اس اس دي يا اتش دي دي، يا شيل يا ده يا ده. كان ممكن يوسع البطاريه شويه، يعمله بشكل تاني بحيث يقبل هاردين اس اس دي و اتش دي دي، لان معظم الناس بتحب تركب هاردين في الجهاز. بعد كده هنشوف مميزات اللابتوب ده. مميزات اللابتوب ده ان شاشته 15 و6 بوصه فريمليس، هتحس ان هي 14 بوصه بس هي في الاساس 15 عشان الحواف بتاعتها صغيره. جوده الصوره بتاعتها فول اتش دي، الوانها قويه جدا. شايف اللابتوب ده ما شاء الله قيمه مقابل سعر، يعني سعره جامد جدا بالنسبه للمواصفات اللي فيه. كمان شكله العام ووزنه خفيف جدا مش تقيل عشان تعرف برضه تتحرك بيه بكل سهوله. متوسط سعر اللابتوب ده من 7500 جنيه الى 8500 جنيه. طبعا انا بقول السعر على حسب الوقت اللي احنا فيه ده. متوسط سعره ده برامات 8 جيجا واس اس دي 256 جيجا، في نسخ منه بتنزل برامات 16 جيجا واس اس دي 512، وطبعا ده بيغلي سعرها شويه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا على اللابتوب ديل لاتيتيود 5500، لابتوب جامد جدا في شاشه 15 و6 بوصه. استنوني في الحلقه الجايه جايب لكم لابتوب اجمد منه ان شاء الله. وكالعاده هفكرك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات استيراد خارج. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد من ميجا ستور.